دكتور عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية من الإمارات. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بك. البيان المشترك اللي خرج عن الدول الثلاث الإمارات والسعودية والبحرين بيعني بأنه صبر الدول الثلاث قد نفذ على أفعال وتصرفات دولة قطر. هل بالفعل يعني تمادت قطر إلى أن وصلت إلى مدى لم يعد مقبول أو ربما يعني لم يعد لدى هذه الدول إلا فكرة سحب سفرائها؟ أعتقد نعم أنه واضح أنه الاستياء الخليجي عموما ممثلا بالاستياء السعودي الإماراتي البحريني قد بلغ درجات قصوى. لولا أن الاستياء بهذا الضخامة لما لجأت إلى خطوة بهذه الضخامة، خطوة غير معهودة غير مألوفة في 33 سنة من العمل التعاوني الخليجي. فالاستياء ضخم من نهج قطر، من قطر تعد ولا تفي بوعدها، واعتقد قطر على وشك انها تخسر اقرب الناس لها كما خسرت البعيد والقريب بسبب نهجها الراهن الذي لا بد ان يتغير ربما. فكرة التدخل، وكمان البيان أشار إلى فكرة وسائل الإعلام اللي بتضغط أو بتتدخل بشكل أو بآخر في شؤون دول الخليج. هل الجزيرة، قناة الجزيرة أو صرح الجزيرة هو ذراع إعلامي لدولة قطر له علاقة بمسألة توتر العلاقات إلى حد الوصول إلى فكرة سحب السفير؟ يعني قطر تستخدم الجزيرة، والجزيرة نعرفها كما تعرفوها أنتم أداة من أدوات السياسة الخارجية القطرية. لكن قطر ذهبت أبعد من ذلك، حيث أتاحت الفرصة للشيخ يوسف القرضاوي لكي يستخدم قناة قطر الرسمية في خطبة الجمعة، ومن خلال هذه القناة التلفزيونية القطرية الرسمية تطاول فيها على دولة الإمارات العربية المتحدة. أيضا تطاول كثيرا على دولة الإمارات، لكن دائما يعني التصريحات من قبل السياسيين في قطر يفصلون أو يقولوا أنه الجزيرة يعني قناة إعلامية ما لهاش أي علاقة بسياسة الدولة، وأنه الدولة وفقا لمبدأ حرية الإعلام ليس لها أي يد في التدخل فيما تبث الجزيرة. يعني فلتقل قطر ما تود أن تقوله، لكن كلنا نعرف بجديات العمل في قطر، ونعرف تماما خلال أكثر من 15 سنة من الجزيرة أن الجزيرة أداة ومنبر لقطر وأداة ومنبر لسياستها الخارجية. ومرة أخرى فلتقل الجزيرة ما تقوله، لكن قطر عندما تعد أنها سوف تصرح للقرضاوي بعد الآن أن يتطاول على دول الخليج، عندما تعد أنها لن تضيف شخصيات إخوانية، أنها سوف تعيد النظر في نهجها ولا تفي بذلك، هذا يدل على أن قيادة قطر يا أما أنها غير راغبة في تنفيذ هذه الوعود أو أنها حاليا غير قادرة على هي غير قادرة أو غير راغبة، ولا فضلت قطر الإخوان على حساب ودعم الإخوان على حساب حتى أشقائها في دول الخليج؟ وهذا الذي يعني نخشاه، أنه قطر بالفعل تراهن على ورقة الإخوان وتفضل المراهنة على هذه الورقة، حتى لو تم ذلك على حساب علاقاتها الطيبة مع دول الخليج. إذا هكذا هو تفضيل القيادة في قطر، فلن يكون مستغربا أن دول الخليجية ستسحب سفراءها، وربما تتخذ وتذهب إلى أبعد من ذلك وتقوم بخطوات ربما أكثر قسوة من هذه الخطوة التي هي أصلا قاسية. حضرتك اتكلمت على الشيخ القرضاوي، وكان له خطاب في خطبة الجمعة أسبوعيا يهاجم فيها الإمارات. لديك تبرير لاستهداف الإمارات بشكل ربما كان فج في الأسابيع الأخيرة من قبل الشيخ القرضاوي؟ التفسير الوحيد أن الإمارات تقف حاليا مع مصر، وتقف بشكل واضح وصريح ضد الإخوان وهيمنتهم، وتعرف مسبقا ربما أكثر من غيرها وكيف أنهم إن وصلوا إلى الحكم سيسيئون إلى الدولة. فبالتالي موقف الإمارات الرافض للإخوان سبب أنها تلقت خلال هذه الفترة أكثر من غيرها الانتقادات والهجوم، وبما في ذلك الهجوم القوي الذي والتطاول الغير مبرر
قبل الشيخ القرضاوي. فيعني الإمارات في بوز المدفع فيما يتعلق بالتصدي للإخوان والتصدي لذهابهم بعيدا في أجندات ضارة بمصر وضارة بالأمة العربية. نعم، أنا بشكر حضرتك الدكتور عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية، متحدثا إلينا من الإمارات.